السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله زي ما قلت لكم في اخر فيديو ان شاء الله هنعمل فيديو التنظيم بتاع منظم الشوزات مع بعضينا. طبعا الجزامة عندي اشتكت، يعني الصراحة اشتكت، الشوزات فوق بعضيها، مفيش مساحة، مفيش مكان. اللي بيدخل الشوز بتاعه في الجزامة فبيدخل فوق الكركبة والهيصة، ومفيش طبعا مساحة عشان تساعدك ان انت تنظمي. فقررت الصراحة إن أنا أجيب منظم الشوزات ده، بحيث إن هي الرف عندي بدل ما هياخد 3 شوزات، 3 شوزات وفردة هياخد 7 شوزات، فده توفير حلو جدًا بالنسبة لي الصراحة. بس أنا نزّلت كل الشوزات الأول، وبعدين لمّعت كده بس، يعني شفّطت بالمكنسة الرمل، يعني كان فيها بحر رمال، وقُلت أنزّل بس برضه الترابة الناعمة الأول بالفوطة، وبعدين جِبت فوطة نضيفة تانية وبالبليدج عشان تدّي الخشب لمعة حلوة كده وريحة جميلة. أنا عايزة أقول لكم بعد ما خلّصتها رايحة جاية أفتح في الجزامة كده، عارفة اللي هو إيه، أنا مُنشكحة. بس أنا كده بقى دلوقتي في مرحلة البليدج. قولوا لي رأيكم في نوع الفيديوهات دي، لو عجبكم الروتين مع بعضينا. يالّا برضه اتشجعوا معايا، واللي عنده حاجة مكركبة وناسيها والّا شاغلاه حاجات تانية برضه ومتكركب الدنيا عنده من جوّه، يقوم يتشجع معايا كده يشغّل الفيديو ويعمل التنظيم. هو المنظم بييجوا زي ما قُلت لكم كده، بيبقوا مربوطين بأستك، بافتحها وبادخّلها في بعض كده في دايرتين من الجنبين، بيدخلوا جوّه الفتحة دي، واللي ورا دي بتديكي الدرجات اللي انت عايزاها. يعني لو الشوز عالي من ورا فبترفعيها درجة زيادة عشان خاطر تدخلي الشوز. انا جبت اللون الجراي، وجبت اللون الموف، وجبت اللون التركواز، وجبت اللون البني. يعني دي كانت الالوان المتوفرة واللي يعني ايه استريحت لها اكتر. قوليلي برضو عجبتكم الالوان ولا لا، وكنت اجيب لون واحد ولا حلو ان انا غيرت في كل رف كده لون لوحده. إحنا قُلنا آخر مرّة في الفيديو اللي فات إن دي تقريبًا كانت ب10 جنيه المنظم الواحد. اللهم صل على سيدنا محمد. بس أنا قُلت الأول أرصهم كده أسهل لي إن أنا أركّب كل المنظمات الأول، وبعدين جِبت الشوزات كلّها ونضّفتها ولمّعتها، وكان في حاجات مُهلكة خلاص مش هتتلبس ومركونة في الجزامة واخدة مساحة بالفاضي، شِلتها على جنب، وحاجات مقاساتها صغرت. قُلت بس خلاص بقى، يعني إيه، لأ، ما مش هتفيدنا بأي حاجة. ففلترت الشوزات كلّها عندي، صراحة طلعت كمية مهولة، يعني مركونة وإحنا مش واخدين بالنا منها. في حاجة بقى، أنا الشوز ده يعني المنظم ده بياخد الشوز العالي، تمام، هو ممكن ياخد الشوز العالي، بس أنا عندي عيب في الجزامة إن ما فيش ارتفاع يكفي الشوز العالي ده إن هو يتعمل طبقتين. فجيت كده كنت هاحطه في الرف التاني مش جاي، ال الرف اللي فوق عشان فوقيه درج فيه مساحة وسع شوية، فحطيت الشوز العالي ده في الرف اللي فوق. هادّيها كام من 10 في نوع البلاستيك؟ 9 من 10. خامة البلاستيك جميلة. بس يعني ممكن تلاقي إيه، بقايا بلاستيك كده منتشرة يمين أو شمال كده مكان الدايرتين، فأنا هادّي نوع البلاستيك 9 من 10. في الشوز العريض بتاع الرجالي تحسّي الشوز ما دخلش في المنظم للنهاية، بس في الشوز بتاعي أو بتاع الأولاد لأ، يعني بيدخل النهاية وحلوة جدًا. بتستحمل طبعًا الارتفاع، الشوز براحته، وبس العيب عندي في الجزامة إن الارتفاع مش كافي، يعني الارتفاع مش مساعد إن أنتِ تحطّي الشوز براحته، اللي هو المرتفع ده يبقى 2 فوق بعض. بس كده أنا يعتبر خلّصت. عجبني جدًا المنظم، يعني total أدّي له 9 من 10. فكرته حلوة جدًا وعجبتني. رايحة جاية كده أفتح الجزامة وفرحانة بالتنظيم، وطبعًا بتساعدي الأولاد إن هُم ينظموا حاجتهم طالما الحاجة منظمة قدامهم وفي مساحة للتنظيم، بيبقوا فرحانين يعني إيه، بيساعدوكِ، يعني حُطّي الشوز بتاعِك صح أو خُده صح. وريتها لهم كده جميلة جدًا ما شاء الله. لأ، فعجبتني جدًا. بس كده أنا وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ياريت تعملوا لي لايك وشير واشتراك لو لسه جداد معايا على القناة. جرّبت برضه إن أنا أقفل البابين كده، اتقفل عادي ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي حاجة مضايقة الباب.
ولمعت برضو بالجلانس كده من النهاية كده الازاز. بقى فلة شمعة منورة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم واشتراك لو لسه مش مشتركين معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.